السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة الأخبار المقدمة من قناتنا قناة أخبار تركيا بالعربي. اليوم لدينا في الخبر الأول زيادة متوقعة على أسعار الوقود في تركيا، والخبر الثاني هل ستكون هنالك زيادة على كرت الهلال الأحمر؟ جواب رسمي من الهلال. والخبر الثالث أردوغان يعلن إرسال الحبوب مجانا إلى 3 من الدول العربية. ولكن قبل أن نبدأ في هذا الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. بحسب ما نشرته صحيفة جمهوريات، فإنه مع التغييرات في أسعار النفط والدولار، فإنه من المتوقع أن تطرأ زيادة على مادة البنزين بمقدار 1.31 ليرة تركية، و49 قرشا على مادة غاز السيارات، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة. ووفقا لأسعار مضخة الوقود الحالية، اسطنبول يباع سعر لتر الديزل ب26.33 ليرة، ويباع لتر البنزين بمتوسط 21.37 ليرة. ولدينا في الخبر الثاني هل ستكون هنالك زيادة على كرت الهلال الأحمر قريبا؟ جواب رسمي من الهلال. طالب سوريون عبر تعليقات على منشورات الصفحة الرسمية لبرنامج صوي الهلال الأحمر التركي المشرف على البرنامج العمل على زيادة المبالغ الشهرية المقدمة لكل شخص في البرنامج. ليرد الهلال الأحمر بالقول: للأسف لا توجد أي زيادة في الوقت الحالي. يمكنكم متابعة جميع المعلومات الحديثة والصحيحة حول برنامج صوي عبر قنوات التواصل الرسمية الخاصة بنا. ولدينا في الخبر الثالث أردوغان يعلن إرسال الحبوب مجانا إلى 3 من الدول العربية. قال الرئيس رجب طيب أردوغان أثناء حضوره معرض موسياد 19 في اسطنبول: بصفتنا الدولة التي تقدم أكبر قدر من المساعدات الإنسانية في العالم، سنعمل على ضمان وصول سفن الحبوب إلى جميع الدول المحتاجة، وخاصة الصومال وجيبوتي والسودان التي تعاني من أزمة الغذاء والمجاعة. وبهكذا نكون قد أنهينا أخبارنا اليوم. شكرا لكم على حسن الاستماع، ودمتم بخير.